نحكيو على التنكيل. نحب نتسائل شنو كمية التشفي اللي قاعدين نشوفوا فيها عند الناس كل ما يتوقف شخص أيا كان هذا الشخص. تشوف كمية من الحقد وكمية من النشوة وكمية من التشفي غير عادية. هل هذا عادي وإلا فما خلل اليوم ولا في المجتمع التونسي؟ هل اليوم باش نتقسموا الشعب بين ناس الفوق وناس اللوطة وناس تتشفى في هذم وناس يتشفوا في هذوما؟ احنا الشعب الكل شعب واحد، وديما نقولها الكل راحلون والشعب باق. حتى حد ما يبقى على الكرسي مدى الحياة، حتى مسؤول ما يبقى مسؤول مدى الحياة، فما سن تقاعد للناس الكل. يعني الكل راحلون والشعب احنا اللي باقين. اذا كان الانقسامات اليوم والتشفي والغل والتنكيل اللي قاعدين نشوفوا فيه على مواقع التواصل الاجتماعي واللي بين قوسين خرج للشارع، اليوم تسمع مواطن يقول لك هكا بعين صحيحة اي سريق ميلا هما عايشين شيخين واحنا نونسوا فيهم. عندك اثباتات انهم سريق؟ عندك اثباتات انها الناس هذه خذت سرقت تحيلت؟ هذه امور قضائية بحتة، ملفات لا يعلم تفاصيلها الا القضاء. شنو الاحكام المسبقة البروجيجي اللي وليت موجودة عند الناس الكل؟ شنو اللي هذا يتشمت في هذا؟ اذن هذا خلل خطير جدا قاعد اليوم يصير في المجتمع التونسي، خلل قاعد يولد في كره وفي حقد طبقي راهو ما يتعداش بالساهل. وقت اللي القلوب تكحال على بعضها، احنا نشوفه في الليفامي وقت اللي يبدأوا فما العمة والعم ولا الخالة والخال ولا متعاركين تقعد سنين ويصير ما يصير. إذا كان العرك هذايا المثال البسيط اللي قلته لكم متاع العائلات ينتقل إلى المجتمع الكبير، راهو هذا خطير جدا. يمكن لازم الدولة تعمل لجنة تشوف شنو السبب اللي قاعد يصير به. سؤال آخر قبل ما نمشي للنقطة الموالية، الإيقافات هذه الكل هل ترى هي تصفية حسابات ولا هي استراتيجية دولة واضحة؟ خاطر ما سمعنا حتى ملف تحل ومن بعد عرفنا النهاية متاع الملف هذاك شنو. الملفات الكل وفتح بحث وإلا موقوف على القضية الفلانية ولا موقوف على كذا، لكن بدون طريق عنده بداية بدون نهاية.